النهاردة 23 رمضان. ما تيجوا نتعلم من قصة سيدنا إبراهيم معنى الكرم. الكرم الحقيقي. الكرم الحقيقي مش بس في سفرة مليانة ولا أكل بيتقدم بسرعة. الكرم روح وأخلاق، قلب واسع. سيدنا إبراهيم ما كانش بيطعم ضيوفه بس، ده كان بيكرمهم قبل ما يطلبوا، ويستقبلهم بابتسامة وأمان، ويحسسهم إن هم مش غرب، يحسسهم إن هم أهل. الكرم مش في اللي معاك قد إيه، الكرم في إحساسك باللي قدامك، في كلمة طيبة، في اهتمام صادق، في احتواء يخلي اللي قدامك يرتاح. خلي قلبك أوسع من بيتك، وخلي أخلاقك أسبق من كلامك، وإكرامك للناس يكون نابع من نية طيبة، ومش منتظر مقابل منهم، ولا بتكرمهم علشان مجرد مصالح وبس، بتكرمهم لله. رسالة النهاردة بتقولك: اللهم ارزقنا قلبا كريما كقلب خليلك إبراهيم، واجعلنا مفاتيح للخير. وسع بيوتنا وقلوبنا يا رب، واجعلنا نكرم ضيوفنا ونكرم كل من دخل بيتنا، وارزقنا حسن الخلق وجبر الخواطر يا رب.